حضرتك شفت فيلم الست؟ اتفرجتي عليه يعني؟ طب رأيك ايه؟ يعني أنا دخلت فيلم الست بس ما شفتش الست. خالص؟ خالص. طب وحضرتك؟ ست. انا مش شايف قدامي ايها الست. برضه نفس الكلام؟ لا ده اجماع بقى. موافقة. فيلم الست يا جماعة من اكتر الافلام اللي اتعمل عليها جدل الفترة الاخيرة. من الاخر كده، نص الاراء بتقول ان هو علامة في تاريخ الفن، والنص التاني بتقول ان هو كارثي. انا لما عملت عليه فيديو على اليوتيوب من التريلر اللي نزل وانتقدت فيه بعض الاشياء، خدتها للجانب بتاعي اللي هو جانب التقليد، او جانب اللي انا بقلد فيه اصوات او كذا او كذا، وازاي انا لو طالع مثل شخصيه حد انا بقلده، خصوصا في السيره الذاتيه، في شويه عوامل انا لازم اخد بالي منها. والتعليقات جت تقريبا من اكتر من 90% ايجابيه، ما عدا طبعا ايه الناس اياها اللي هي بتخش تهبط وخلاص، ملاش في الدنيا. يعني ان احنا شفنا الفيلم وبننتقده، طب انا قلت هنتقده ازاي وانا اصلا ما شفتش؟ هنتقد موسيقى ما سمعتهاش، هنتقد مشاهد ما اتفرجتش عليها، اداء تمثيلي انا اصلا ما شفتوش؟ فبالعقل كده عشان برضو ايه، يبقى الكلام واحد. فانا بقول الناس اللي هي متابعه ناس معينه وبتاخد برايها وواثقه فيها، هتلاقي ان هي ماشيه وراها، واخد بالك، سواء هي شافت الفيلم او لا. بمعنى يعني الراجل دخل النقد وقال كذا 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 كذا، حضرتك بتتابعه انا وراه. طب قال كذا 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 كذا، مش بالايجاب بقى، بالعكس انا وراه. فانا نصيحتي ان انت خش تتفرج واحكم. اما بقى الناس اللي بتعمل محتوى وبتقدم حاجه للناس وفي ناس بتسمعك، انا رايي ان انت لازم تتفرج وما تقولش اي حاجه غير لما تتفرج الاول، وبراحتك بعد ما تتفرج قول اللي انت شفته بالامانه. واحنا يابا نرجع بقى للدوبلاج والكرتون والشغل الصوتي بتاعنا الحلو، نتخرج من دار وتقلم اقداره يا ابني، بيتنا ولا بينا.